تخيل معايا دابا دولا نوريكم لعبوا مع طنزانيا وبعدلاتهم وكينتقدوا في وحدين مكلاسين هما السادسين عالميا وصلوا للربع النهائي وكيوريوهم كيفاش يماركي وهما غير صماطه صمطوا. حذري صمت اللي لاحظوا صمت كيم بول بعد مرور 20 دوره يليه نادي عزام. حذري عاد فرصه لصالح العناصر الوطنيه. اوه حمزه بورزوق كيف تضيع امكانيه تمرير الجهه اليمنى. يلا بورزوق كيمرر لكن كان ممكن كيحافظ على كورته كيمرر وتسديده حمزه بورزوق تضيع اليوم وضربه مرمى بهذه الطريقه. هنا كره اخرى براده كيمر كره ضغط العمليات. فرصه بورزوق امكانيه العرضيه مبركديش كيرفع كره على اليوم. بورزوق كان وحيد وكان حافظي عند براده من الجانب كيرفع كره. حمزه بورزوق ربما ترك الحظ في المغرب وذهب الى تنزانيا. منتخب التنزاني هنا حذري. ماتش اول لمسه اخرى تمريره ثنائيه فرصه دخول ضغط العمليات. الحكم كيقول لنا هناك تسلل رغم التسلل كتضيع الفرصه. مش عندنا الوقت حمزه باش نضيعوا الفرص. كيم بولسون اللي قام تغيير ايجابي. لاحظوا ماذا يقع. عمليه تلفين خطا فرصه. الحكم يقول ضربه. براده غادي يرفع الكره دائريه عاليه. فرصه اخرى كتضيع مره اخرى. كترجع مره اخرى. لاحظوا حذري صمت امام منتخب تنزانيا. ما هو كوت ديفوار، ما هو كاميرون، ما هو نيجيريا، باش نكونوا واقعيين ما نكذبوش على انفسنا في لحظات. هذا منتخب تنزانيا. رسالة المنتخب المغربي عالية كرة بورزوق. تكلمنا في الجولة الأولى وضاعوا فرص وقلنا عامل الحظ، لكن بورزوق في مثل هذه المقابلات وملازمين بهدفين مقابل الشيء وتضيع فرص أخرى. صراحة يجب إعادة النظر بورزوق. المنتخب الوطني المغربي ايقاع بطيء يعني ديال بناء الهجمات منازلين بجوج لازم نرفعوا من الايقاع. امرابط كيستعد للدخول. فرصه اخرى. دفاع واقف ديال المنتخب الوطني المغربي. دفاع واقف يتابع كيدخل. لكن لاحظوا ان ما لاحظوا وحده بامكانه التسديد. ما كاين حتى شي لاعب يتقدم باش يغلق الزاويه. كره اخرى محاولة من جديد للدخول داخل منطقة العمليات. لمس اليد. فرصة كتلعب كرة تنزانيا امام المنتخب الوطني المغربي. واش في هذه السنوات لاحظوا صمت كيم بول زيمبي. وهذه الكيتيريا الكبيره هنا تسديده. كنشكروا القائم على هذه المحاوله. تلعب كره عاليه فوق المرمى. القائم على مرتين. بغيناش هدف رابع من منتخب نهزم في اكثر من مره ب7 اهداف. ماشي نوصلوا ل3 درجه.